السلام عليكم. صف ثامن عندنا حالات خاصة من ضرب المقادير الجبرية. راح ناخذها أول شيء على صيغة قانون. لو أنطاني A زائد B، A زائد B الكل تربيع، كيف راح أضرب هذا المقدار؟ أنا عشان أضرب هذا المقدار خلينا نتذكر لما كنا ناخذ X تربيع، لما كنا ناخذ X تربيع كنا لما نحللها من وين جاي؟ من x ضرب x. لما كنا ناخذ 2 تربيع من وين جاي؟ من 2 ضرب 2. لما كنا نحكي 3 تربيع هي عبارة عن 3 ضرب 3. إذا الأس وهو بيعطيني عدد التكرارات. طب هون لما أعطاني a زائد b الكل تربيع، معناها أنا عندي هذه تعنيني انه A زائد B مضروبة في A زائد B. السنة الماضية كنا ناخذها نوزع ال A على القوس كامل نضربها فيه زائد ال B نضربها بالقوس كامل. اليوم علمني حالة مختصرة أسهل شوي. شو بحكي لي هون؟ عنده قانون، القانون بتاعي علشان أحل هذا السؤال. أول خطوة بحكي لي عنا قانون عام، بحكي لي الحد الأول تربيع زائد 2 الحد الأول مضروبة هاي يعني 2 ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني زائد الحد الثاني تربيع. بس أنا لأني بكتب بالعربي كان اتجاهي هيك. لما بدي أنفذ على هذا القانون اللي هو A زائد B الكل تربيع، مين الأول عندي؟ A تربيع زائد 2. من وين جبت 2؟ من القانون. ضرب الحد الأول اللي هو ضرب A ضرب الحد الثاني اللي هو ضرب B زائد الحد الثاني تربيع حكاني، إذا هي B تربيع. عرفنا كيف؟ إذا هذه إحنا عندنا طريقة حل المقدار هذا. نتذكر شو اسمه المقدار هذا تاعنا؟ مين بذكر لنا يا ثامن؟ مقداري هذا اسمه مربع. هذا المقدار بهاي الصيغة أنا عندي A زائد B الكل تربيع هو اسمه مربع حاصل جمع حدين. حليته بهذه الطريقة. ناخذ كمان سؤال ونشوف كيف راح نحله. لو كان عندي A ناقص B الكل تربيع، A ناقص B الكل تربيع، جايبني هاي الصيغة من نفس الوضع. X تربيع جاي من X بX، حكينا 2 تربيع جاي من 2 ضرب 2، 3 تربيع جاي من 3 ضرب 3. طب مقدار تربيع يعني المقدار ضرب نفسه، هذا اسمه مقدار A ناقص B مضروبة ب A ناقص B. A ناقص B كنا زمان نحللها بهذه الطريقة ونوزع حدود ونشتغل عليها. مجرد هاي الخطوة للتذكير ما سبق في السنة الماضية. السنة كيف راح أعمل هون؟ نفس الطريقة. راح يكون عندي الملاحظة تاعتي، راح نيجي نحكي الحد الأول تربيع، الحد الأول تربيع ناقص 2 ضرب الحد الأول ضرب الحد
الثاني زائد الحد الثاني تربيع. إذا أنا عندي هون هذا القانون اللي راح أشتغل عليه. شو أفرق عندي هون؟ هذا السؤال عن هذا السؤال، هون إشارتي سالب، هون إشارتي موجب. نيجي نحل السؤال تاعنا. نرجع نكتبه كمان مرة. نكتبه بيها بالأزرق هالمرة. هذه الخطوات نفس الشيء. إذا أنا A ناقص B هذا عبارة عن مقدار أنطاني أسه تربيعي. راح أنفذ. بس طريقة الحل أنا بكتب من هون. الأول تربيع هون راح أكتب. يعني شو عندي؟ A تربيع. قانوني هون ناقص أو سالب 2 ضرب الحد الأول اللي هو A ضرب الحد الثاني اللي هو B زائد الحد الثاني تربيع B تربيع. هيك بنكون أنهينا الجزء الثاني اللي هو إيش اسمه؟ مربع حاصل طرح حدين. إذا هنا أنا عندي لما كانت A ناقص B الكل تربيع هي عبارة عن مربع حاصل طرح حدين. إذا فرق معي بس في الإشارة، أي إنه أنا بقدر أحكي تعميم للقانون بحكي له A زائد أو ناقص B الكل تربيع تساوي لي الأول اللي هو A تربيع زائد أو ناقص 2 A B زائد الحد الثاني تربيع. إذا لما يكون عندي أنا موجب راح يكون عندي هون، لما يكون موجب راح يكون موجب، لما يكون عندي سالب راح يكون سالب. واضح كيف؟ إذا اثنينهم نفس القانون. الحد الأول تربيع، الحد الثاني 2 ضرب الأول ضرب الثاني، الحد الثالث راح يكون الحد الثاني تربيع. يعني هذا المقدار راح ينطيني ثلاثي حدود. إذا عرفنا كيف حللنا؟ هسه بعطيكم مثالين وبعدين نعطيكم واجبات عليهم يا صف 8. بالتوفيق إن شاء الله.